لو بتتابع اللي بيحصل في عالم التكنولوجيا وعالم الاي اي وبشكل خاص الفترة دي، هتلاحظ ان احنا بالفعل عدينا مرحلة الانبهار بان الذكاء الاصطناعي يقدر يكتب ايميل او يلخص تقارير والكلام ده كله. لا، اللعبة دلوقتي في حتة تانية خالص، وهي ازاي تقدر تخلي الذكاء الاصطناعي او الايجنت جزء من هيكلة الشركة نفسها، وبيشتغل لوحده وبيفكر معاك في نفس السياق. في مؤتمر جوجل كلاود نيكست 2026 بتاعت السنه دي اللي اتعمل من يوم تقريبا، حرفيا جوجل يعني زي ما تقول كده وجهت رساله واضحه للشركات الكبيره والمؤسسات الضخمه والمطورين كمان، وبيقول لهم ان المؤتمر ده التركيز الاساسي بتاعه على الانتقال بالذكاء الاصطناعي انه مجرد اداه انتاجيه فرديه، دردشه عاديه لمنظومه عمل متكامله، او اللي جوجل سمته الدخول في عصر الوكلاء المستقلين او الايجنتيك إيرا. جوجل أعلنت في المؤتمر ده عن نقلة نوعية في منصة جيميناي، وهي جيميناي انتربرايز. المنصة دي ما بقتش مجرد شات بوت ذكي يعني زي اللي احنا متعودين عليه في الوقت الحالي وبتسأله ويرد عليك، لا، دي اتحولت لنظام متكامل اسمه منصة وكلاء جيميناي للمؤسسات أو جيميناي انتربرايز ايجنت بلاتفورم. الهدف منه هو ان كل موظف يقدر يصمم ذكاء اصطناعي خاص بيه هو وينفذ يعني او ينفذ له المهام المعقدة المهام الطويلة والمستمرة. عشان نفهم الموضوع ببساطة، جوجل قدمت أداة جوه المنصة اسمها مصمم الوكلاء أو الايجنت ديزاين. الأداة دي بتسمح لأي موظف حتى لو ملهوش أي علاقة بالبرمجة إنه يبني وكيل ذكاء اصطناعي اللي هو الايجنت خاص بشغله. الوكيل ده يقدر يتابع شغل مستمر جدا ممكن لأيام، حتى زي إنه ممكن يراجع فواتير شهرية معقدة أو يقارنها بالإيميلات ويطلع الأخطاء لوحده من غير أي تدخل بشري. فحرفيا أنت مش هتبقى محتاج موظفين في شركة بعد كده، ده هو بيعمل لك كل حاجه. والمميز هنا ان جوجل كسرت حاله الانعزال بين التطبيقات وبعضها من خلال ميزه اسمها ورك سبيس انتليجنس. يعني المنصه او اللي هو الجوجل انتربرايز الجديد ده مش بس بيفهم اللي جوه مثلا ملفات الجوجل دوك مثلا او الجيميل، لا ده كمان يعني عندها القدره انها بتربط مع بعض بشكل امن جدا بانظمه خارجيه مثلا زي يعني المايكروسوفت 365 وانظمه خدماء العملاء مثلا زي اللي هو السيلف فورس مثلا، وكمان منصات إدارة مشاريع تانية زي جيرا على ما أظن دي اسمها. في المؤتمر كمان جوجل ركزت جدا على فكرة إن الذكاء الاصطناعي لازم يتحول من مساعد شخصي لعضو في الفريق. عشان كده قدموا ميزة جديدة في يعني مساحات العمل أو الورك سبيس اسمها كانفاس بروجيكتوس. الميزة دي بتخليك تقدر إنك تشارك الوكيل الذكاء الاصطناعي الذكي اللي أنت عملته مع زمايلك وتشغلوا مع بعض أو تشغلهم مع بعض، بحيث إن كل واحد يستفيد من قدرات التاني، او كمان الذكاء الاصطناعي يقدر يستفيد من قدرات البيئه اللي هو فيها، او العكس ان انتوا تقدروا تستفيدوا من قدرات يعني الذكاء الاصطناعي من البيئه اللي هو فيها. وطبعا بتكون بيئه مؤمنه لان بينكم وبين بعض. طبعا لما بنتكلم عن شركات كبرى اول حاجه بتيجي في البال هي امان البيانات. جوجل وفرت مستوى تحكم صارم جدا في جيميناي اللي هو الانتربرايز الجديد او النموذج الجديد عشان تناسب المؤسسات شديده الحساسيه مثلا زي البنوك وخلافه. وككل وكيل ذكي بيتم انشاؤه بيكون ليه هويه مسجله وسجل تابع كامل للنموذج ده، يعني كأنه بالظبط زي ايجنت ريجستري او سجل للوكيل ده، بحيث ان مثلا الاداره تقدر تراقب كل تحركاته وتضمن انه شغال جوه الصلاحيات المسموحه ليه بس. وده كده يخلينا ان احنا ناخد بالنا ان الموضوع ممكن نقول انه خرج عن السيطره شويه، وممكن الذكاء الاصطناعي ده ممكن يعمل حاجات احنا مش متوقعينها منه ما دام جوجل حطت الميزه دي. الله اعلم، ده مجرد خيال مني بس ممكن، الله اعلم، كل شيء وارد. كمان قدموا ميزه عمليه جدا لتسهيل الشغل اليومي اسمها المهارات او السكيلز. دي عباره عن اجراءات مجهزه مسبقا بتنفذ عمليات روتينيه متكرره. يعني بدل ما الموظف يضيع ساعتين كل يوم في تجميع بيانات من ملفات مختلفه، هو بيعمل مهاره معينه بضغطه زر. الذكاء الاصطناعي بيقدر ينفذ الخطوات دي كلها بشكل آلي ودقيق، وده هيوفر عليك وقت شغل وساعات شغل كتيره جدا في حاجات انت اصلا بتعملها وانت غصبا عنك كارهها، زي ما انا بعمل كده في بعض الحاجات في حياتي شكل روتيني وكارهها، بس للاسف ما عنديش الذكاء الاصطناعي اللي خليني اقدر اعمل حاجه زي كده باستخدامه، لانه كله بفلوس للاسف. في البدايه يا صديقي احنا دلوقتي قدام تحول حقيقي في طريق اداره المؤسسات. جوجل بالفعل بتقدم من خلال نموذج اللي هو الجيميناي اللي هو الانتربرايز حل واقعي بيخلي الشركات تعتمد اكتر على انظمه ذكيه بتشتغل بشكل مستقل وامن، وكمان بتعمل الشغل المقرر اللي اغلب الموظفين اساسا بيكرهوا ان هم يعملوه، بحيث ان هم يركزوا على حاجات تانية. وده بيوفر مجهود بشري ضخم جدا وبيخلي الموظفين يركزوا على التفكير الاستراتيجي وحل المشاكل الحقيقيه بدل تضييع وقت في شغل روتيني زي ما انا وانت بنعمل واغلب الموظفين
الموظفين للاسف كده بيكرهوا الشغل الروتيني المكرر اللي هم بيعملوه بشكل يومي، لدرجه ان هم في بعض الاحيان بيحسوا هو انا اتخلقت عشان الشغلانه دي بس ولا ايه؟ المفروض انا مبدع اعمل اكتر من كده. عموما ده كان الفيديو، اتمنى يكون الفيديو عجبك واستفدت منه. ما تنساش بقى تشترك في القناه وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو اللي بيساعد، وتقول لي ايه رايك تحت في النموذج ده، ومنتظر رايك في التعليقات. اشوفكم على خير باذن الله فيديو جديد، ومع السلامه.